بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل حب وخير. يتجدد اللقاء وعين الوطن. عين الوطن، يا ترى الوطن بيحصل فيه ايه؟ كلام كتير، لغز تسمم طلبة الأزهر، وهل الإخوان متورطين فيها أم لا بسبب موضوع الصكوك، موضوع أخوانة الأزهر واللي كتير بيتكلموا عنه. هل الموضوع يعني مجرد تسمم عادي لبعض إهمال موجود كان في إدارة الأزهر، ولا موضوع له أسباب، أو موضوع حد يكون عمله فعل فاعل؟ كلام كتير هنتكلم عليه النهاردة، وهنفتح ملف الحقيقة الفوضى اللي ما زالت نشوفها في البلاد. البعض ما زال يقطع الطرق، البعض ما زال متذمر، قر وفر بين الشرطة وبين المواطنين، حتى في الملاعب الناس بقت بتنزل برضه. لسه في حالة من الفوضى. يا ترى مصر رايحة على فين؟ ايه اللي هيحصل في الأيام الجاية؟ يا ترى إن شاء الله الأيام اللي جاية خير ولا الأيام اللي جاية عاملة ازاي؟ كلام كتير إن شاء الله هيناقشه النهاردة، وهيكون معانا إن شاء الله الأستاذ صفوت عمران رئيس قسم الشؤون السياسية بجريدة الجمهورية، وهيكون معانا الأستاذ إسلام غمري القيادي بالجماعة الإسلامية، وكلام كتير في غاية الأهمية. دايما بالعادة ببدأ معاكم أهم وآخر الأخبار الموجودة على الساحة. خلينا نبدأ مع بعض بخبر بيقول: الخارجية لواشنطن، حرية التعبير أهم مكتسبات ثورة 25 يناير. وجهت وزارة الخارجية الثلاثاء رسالة إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تعقيبا على تصريحاته الاثنين بشأن استدعاء النيابة العامة للإعلامي باسم يوسف. قالت خلالها إن حرية التعبير في وسائل الإعلام المصرية تعد أحد مكتسبات ثورة 25 يناير التي كفلها الدستور. طبعا احنا مش عايزين حد يتدخل فينا، طبعا احنا يعني احنا مهما بنعمل او فينا اخطاء مننا فينا، مش مستنيين امريكا تقول لنا. انا برضو بتحفظ على نقطة والمعد بيقول لي بلاش سياسة الصباع، عشان انتوا عارفين موضوع الصباع ده. ان كله دلوقتي بقى بنمسك على الحاجات، فربنا يكرمكم ان شاء الله، واحنا كل نوايانا خير ان شاء الله. الرئاسة نحترم حرية التعبير ولم نتقدم بأي بلاغ ضد باسم يوسف. ده طبعا الرئاسة طلعت وقالت ان احنا ما جبناش اي حاجة، ولا احنا وجهنا حاجة لباسم يوسف، ولكن ان الموضوع ده قضائي بحت، والنائب العام هو اللي اوكل، واحنا ملناش اي تدخلات. واشنطن لا نتدخل في شؤون مصر والقانون يجب أن يطبق. إيه الموضوع ده؟ تعالوا نشوف التفاصيل. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن الولايات المتحدة لا تتدخل في شؤون مصر الداخلية. هو ده اللي احنا لسه بنقول عليه، مشددة في الوقت نفسه على أن سيادة القانون يجب تطبيقها في جميع الظروف، وهو ما تؤكده الولايات المتحدة بالنسبة لجميع الدول. الرئاسة تهاجم السفارة الأمريكية على تويتر بسبب فيديو جون ستيوارت. موضوع جون ستيوارت ده عايز أقول لكم إن كتير جدا بدأ الشباب على تويتر وعلى الفيسبوك ينزلوا الفيديو ويقولك بصوا بقى إن بره هم تفاعلوا إزاي مع الموضوع، بصوا جون ستيوارت قال إزاي، بصوا يتكلموا إيه، وإن الناس هيجيبوا حق باسم يوسف ويتكلموا على موضوع حرية الإعلام وحرية الرأي، ويقول لك ان هنا البلد مش عايزه تطبق حريه العالم وبره بيطبقوها. قلت برضو انا برفض ان حد يتدخل من بره، واحنا هنا من جوانا مننا فينا ننتقد نفسنا، بس مش مستنيين حد من بره يتكلم علينا. الجيش يفتح عددا من الطرق في اعياد سيناء لمواجهه ازمه المرور. لجريدة المهندسين العسكريين أكد اللواء كامل الوزير مدير إدارة أن هناك انفراجة مرورية كبيرة ستحدث في كثير من الطرق الرئيسية بالقاهرة والمحافظات بعد افتتاح القوات المسلحة عددا من الطرق والأنفاق والكباري خلال الاحتفال بأعياد سيناء. احنا الحقيقة محتاجين الطرق دي، ومحتاجين يحصل انفراجة عشان المرور، عشان على الأقل نعرف نجي لكم البرنامج في موعدنا، وكل واحد يعرف يروح شغله كويس. تفاقم أزمة أصحاب المستودعات مع التموين بعد رفع سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 8 جنيهات. شباب الخريجين: الحكومة تتعامل مع الشعب وكأنه يعيش في عزبة، والتموين ترفع شعار ملناش دعوة بالأسعار. لعبة القط والفار زي ما انتم شايفين. طلاب الأزهر من داخل المستشفى لوزير الشباب: مفيش في الأزهر ابن لواء أو ابن وزير عشان ناخد حقوقنا، ورسالتنا مش هتوصل إلا بوقف الطرق لإقالة رئيس الجامعة ياسين. الحادثة مفجعة ولا تتناسب مع الثورة. الحقيقة أنا مع أن كل واحد يقول رأيه بحرية، ولكن ضد ان حد يوقف طريق، لان الحقيقه جالي شكاوي من ناس كتيره جدا كانت تعبانه وما عرفتش توصل لمستشفيات، وناس ما عرفتش تروح شغلها. احنا يا جماعه انا مع كل واحد ياخد حقه،
حصل تسمم حصل اهمال نروح ونقف باللافتات بره مش احسن مننا عشان بيعبروا بطرق سلميه، ولكن احنا الحقيقه احيانا كثيرا بنفتقد لهذه السلميه وبننسى ان في ناس تانية ممكن تتضر بسبب الوقفات بتاعتنا اللي بنقطع بيها طرق او بنولع او بنحرق. امين عام النور: تسمم طلاب الازهر دليل على سوء وفساد الاداره. الطيب: يصدر قرارا بإقالة مدير عام المدن الجامعية بالأزهر. طبعا كل واحد هيكون مهمل للحق موجود ان هو يتشال، ضلامة ما هو كل واحد بالحقيقة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو هيحصل فساد يبقى كل واحد يتحاسب وبالقانون. الصحة: شفاء 488 حالة من حالات التسمم الغذائي بجامعة الأزهر. يا رب يشفي الجميع وما يبقاش حد يحصل له أي وعكة، وإن شاء الله كلهم يقوموا بالسلام. وزير ثقافة قطر لإعلام الشورى: لا صحة لما يتردد عن شراء مزبيرو، ومصر قاطرة النهضة في العالم العربي والإسلامي. والعريان: العلاقات بين القاهرة والدوحة يجب ألا تتأثر بتلك المهاترات. معنا خبر بيقول: سياسيون عودة الشعارات الدينية أو الشعار الديني انقلاب على الدستور وتأجيج لفتنة سياسية. الإسلامبولي: الدستورية سترفض القانون والتيار الديني يريد استخدام المساجد. عازر: هل يقبل الإخوان رفع الصليب في الانتخابات؟ كل بقى يبتدي يرد، ده يقول لك انت هترفع الشعارات في المسجد، انا ارفع الصليب. فطبعا لازم يكون حل الموضوع ده. طب الوسط رايه ايه في الموضوع ده؟ الوسط يرفض استخدام الشعارات الدينيه في الانتخابات، حيث اكد المهندس طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى: بالرغم من انتمائي لحزب ذو مرجعيه اسلاميه الا اننا نرى ان الشعب المصري الان ليس بحاجه للشعارات الدينيه، بل يحتاج من الاحزاب خطط وبرامج وحلول للازمات التي يعانيها في اموره الحياتيه كرغيف الخبز والكهرباء. طيب الامير الوليد بن طلال طبعا قال تصريحات يعني كتير جدا اثارت بعض الاراء، كله بقى فيه اراء كتير مختلفه بسبب تصريحاته. الامير الوليد بن طلال: الثورات العربيه دمار وليست ربيعا، ومشروع توشكا تحول لكبش فداء، ومصر ستظل في القلب، واعتز بديني وفي نفس الوقت منفتح، وقناه الجزيره قناه الشارع العربي. دي كانت تصريحات الوليد بن طلال اللي شايف فيها ان الثورات العربيه دمار وليست ربيعا. محتاج اعرف برضو راي الساده المشاهدين بارقام الموجوده اسفل الشاشه، كلمونا ان شاء الله، والفقره الحواريه اللي جايه ان شاء الله برضو. كلاكيت: ثاني مره موقعة الجلبيه تتكرر بمباراة الإسماعيلي واتحاد العاصمة، مشجع يهبط للملعب ويتبعه آخرون، والشرطة تواجه بقنابل الغاز وإصابات بالجانبين، والواقعة تقضي على حلم عودة الجماهير. احنا مش ناقصين، قلنا الدنيا خلاص هتهدى والمباريات، وخدنا كاس افريقيا للشباب، وقلنا الجمهور هيبدأ يرجع بطريقة شيك. يا جماعة يا اللي بتحبوا الكورة، الموضوع مش ناقص ان احنا ننزل الملعب واحد يبوظ يعكر الدنيا. عايزين نرجع زي ما كنا بنفرح 2006 و2008 و2010 وترجع البسمه تاني ترجع. هنقعد نقول بقى ان احنا نقعد نعمل واحد ينزل، ناس مالهمش يعني، ناس عايزين يبوظوا البلد وخلاص، عايزين غوغاء ينزل عشان يعكر صفوه اي حاجه. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. لو بتحبوا الكرة بجد، ولو انا بناشد الالتراس وكل الناس المقيمين والجمهور، يا جماعه نعمل توعيه، ولو حد فينا هيخرج عن المألوف لا نوضع حد ونمسكه احنا بنفسنا كجماهير عشان يبقى عبره لمن لا يعتبر، ونبدا ترجع تاني الملاعب ترجع بتحضر. حماس تتوعد اسرائيل بالرد على خرقها لاتفاق التهدئه. هارتس: لن يتم اختيار مقر جديد للسفارة الإسرائيلية في مصر إلا بعد تنصيب وزير الخارجية. كشف أصحاب إحدى المستودعات ببيع 1,738,000 لتر سولار بالسوق، حيث تمكنت ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من كشف تلاعب أصحاب إحدى المستودعات البترولية بعد أن قاموا بالتصرف في 1,738,000 لتر سولار مدعم بالبيع في السوق السوداء. ارحمونا يا بتوع السوق السوداء، الناس عايزة يكون في سولار، فارحمونا وربنا يرحمكم إن شاء الله. ضبط 15 قنبلة يدوية و4 طلقات مختلفة داخل مخزن بشمال سيناء.
لسه الفوضى موجوده وقنابل يدويه، لازم يكون في تواجد امني مكثف للقضاء على كل ده. واحنا بشجع الداخليه لما بتكون او بتقوم بدورها الحقيقي من اجل القضاء على هؤلاء البلطجيه. طلعت ابراهيم: لن اترك منصب النائب العام وجئت لاكون محاميا للشعب. ده اللي اكده المستشار طلعت ابراهيم النائب العام، انه مستمر في منصبه للنهايه، موضحا انه يقدر ويحترم احكام القضاء بصفته قاضيا وجاء ليكون محاميا للشعب. دي كانت اهم واخر الاخبار حاولت فيها اجيب لكم ايه اللي بيحصل في البلد، ويا رب ان شاء الله اللي جاي افضل واحلى. بعد الفاصل هنتكلم عن لغز تسمم طلبه جامعه الازهر، خصوصا بعد تسمم 583 طالبا يثير غضب طلاب جامعه الازهر، وهنتكلم هل هي مدبره كما قال البعض من قبل الاخوان من اجل رفض موضوع الصكوك الاسلاميه ام ماذا. كلام كتير هنتكلم عنه، وعن موضوع كمان اللي بيقول لك هناك اخوانا للازهر ورفض وجود الطيب، وكلام كتير هنتكلم بمنتهى الجراءه والحياديه. وهينورنا يكون معانا ان شاء الله الاستاذ صفوت عمران رئيس قسم الشؤون السياسيه بجريده الجمهوريه، والاستاذ اسلام غامري القيادي بالجماعه الاسلاميه. هنتظر تتصلوا بينا على الارقام الموجوده اسفل الشاشه، او خشوا على جروبنا على الفيسبوك برنامج عين الوطن. فاصل ونتواصل باذن الله.